السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كان معاكم بقى لايكات يلا هاتوا. النهاردة ده أول فيديو ليا في القناة الفقرية دي، وعلى الله ما تجيبش مشاهدات أخرى. يلا، ما هو الحظ الحلو بيبقى من كله. ويبصوا بقى، النهاردة أنا قلت أعمل روتين وباي باي لكم في الأول، وبقول لكم ازيكم يا حبايب قلبي يا حلوين يا اللي في البيت قاعدين. النهاردة بقى هنعمل الروتين، والعيال مرميين الأزايز في كل حتة، ومرميين العرايس بتاعتهم في كل الشقة، عروسة هنا وعروسة هنا وعروسة هنا. اه ياني، اعمل ايه ياني يا تعبانة ياني. المهم انا بديكوا طاقة ايجابية اهو. يلا بقى شوفوني كده واعملوا زيي. بصوا، اول حاجة هنعملها هنطبق الغسيل. لميت شوية الغسيل امبارح وحطيت غيرهم. هي الغسالات الاوتوماتيكية دي هي رخمة في كده. هتحطي شوية صغيرين وتشيلي شوية صغيرين، وتنشري شوية صغيرين وتشيلي شوية صغيرين، اهو طول النهار على كده. هنحط ونشيل ونشيل ونحط، نحط ونشيل ونشيل ونحط. فين ايام زمان لما كانت الغسالة بتاخد 30-40 كيلو غسيل، وتقعد نول النهار توش ونغسل، توش وتغسل، توش وتغسل، لما نعمل كوام غسيل. انما الفقرية الغسالة الاوتوماتيكية دي شوية صغيرين ننشرهم وشوية صغيرين نشيلهم، شوية اهو على طول. قال يعني احنا فاضيين قوي. المهم شوفوا اهو. اول حاجة تعمليها يا حبيبة قلبي، تلمي الغسيل من على الحبل وتطبقيه. ادي اول حاجة. شايفين الشمس بتدخل عندي في حتة قد ايه، زنقور صغير قد ايه. هي الشمس ما بتدخلش عندي في الشقة غير من الحتة الصغيرونة اللي انتوا شايفينها دي، في الشقة كلها والله العظيم. يلا حلوة رضا، الحمد لله اهي سترانة ولمانة لما عيلة بحالها اهي، الحمد لله على الستر. ونبتدي بقى كده في التنفيض والترويق. واهم حاجة بقى الانتريه الحلو القديم بتاعي ده اهو. شوفوا بقى له عندي 15 سنة من يوم ما ولدت الواد ادهم. 15 سنة والله العظيم، 15 سنة. لسه ليه يعني، فاضل كمان شهرين 3 كده ويقفل ال 15 سنة. وادي العرايس بتاعت البت فريدة. ادي بصوا، ترويق الانتريه بتاعي سهل جدا يا وليد. انا بنطر بس المخدات كده. المخدات بتاعته بتتشال وبتتحط، اللي هي المخدات اللي من ورا دي. بس يا بنت يا فريده بطلي دوشه يا بنت لحسن اجيبك من شعرك والله. ايه، اتلمي شويه بسجل اهو. روحي اتفرجي على الكرتون اجري. البت دي مغلباني طول النهار كرتون، يا نت يا نت يا كرتون. الحمد لله. يلا يابا، شايفين اديني بشيل المخدات بتاعته. الانتريه بتاعي ترويقه سهل قوي 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 يا وليه. اهو اشيل المخدات، انفضهم تنفضتين كده وارجعهم مكانهم تاني يبقوا منفوشين كده وحلوين. وارص بقى المخدات الصغيرة على الجناب كده اهو. ادي كنبة صغيرة اتروقت في ثانية الا ثانية. الكنبة الصغيرة اتروقت في ثانية الا ثانية. وحطيت العروسة في النص وظبطتها اهو. الكنبة الكبيرة بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنقل بس الكاميرا عشان اوريكم الكنبة الكبيرة اهي. شوفوا في الوش اهي، اللهم صل على النبي. شوفوا كبيرة قوي عاملة زي السرير اهو. بشيل بقى الفرشة دي. الفرشة دي انا حطاها علشان اداري السوقات. واذا بوليتو مستترو. شوفوا الانتريه قديم قوي يا ولاد، بس حلو حلو اهو. والله العظيم الانتريه ده مستحمل يعني ياما ياما ياما. العيال بيقعدوا يذاكروا عليه وياكلوا عليه ويشربوا عليه، ناقص يعملوا بيبيب عليه. والله العظيم. انا بقى اعمل ايه، جبت فرشة حلوة كده شكلها حلو زي البياضات بتاعت الكنب بتاعت زمان. فاكرين يا ولاد البياضات؟ او انا بعمل لها بقى بياضات. اقوم فرشة الحتة دي كده علشان بقى ايه الانتريه يعني اتقطع واتبهدل بصراحة. عاوزة انجده من اول وجديد. الانتريه دوت يا ولاد متين متين متين. هو امريكاني صحيح بس امريكاني متين. الانتريه دوت جايباه من يوم ما كنت حامل في الواد ادهم ابني من 15 سنة. مستحملني بصراحة ومستحمل بهدلة العيال. واقول امتى بقى اغيره، بس مش هين عليا اغيره. عاوزة انجده كده تنجيدة حلوة، لانه بصراحة خشبه حلو متين وتنجيده حلو. بصوا السفنج بتاعه من الاصلي. لو حطيته في الشمس شوية واديته تنفيضتين كده الاقيه ينفش كده ويعلى ويبقى جميل. مش كل السفنج يا ولاد ومش كل الفرش. الانتريه ده
كان بصراحة ابن ناس ابن ناس وأصيل، قعد معايا بصراحة سنين، ولا اشتكى ولا اتكسر ولا بصوا. هو عاوز بس شوية تجديد كده، يبقى ايه زي الفل. ان شاء الله هنجدده ان شاء الله بإذنك يا رب، نجدده ونعمل كل حاجة بإذنك يا رب ان شاء الله. ان الله مع الصابرين، ده اذا صبروا. اما بقى شوفوا انا بقى الحتة القماشة دي زي ملاية كده، وانا قسمها نصين. قلت احطها مؤقتا بقى لحد ما ايه، هو مش متوسخ قوي يعني، بس ايه الفرش بتاعه نفسه نحل يعني، القطيفة بتاعته نحلت، فباين ان هو متبهدل. فقلت ايه اغطيه كده يدي شكل حلو شوية. المهم كده خلاص اهو الكنبة الكبيرة ظبطناها وايه، ونحط بقى المخدات بتاعتها اهو. شمستها شويه نفشت، وشوفوا الحته اللي طالعه منها دي مصارينها طلعت والله يا ولاد، والله العظيم مصارينها طلعت. يا خرابي يا اخواتي، امتى بس هجدد الانتريه ده؟ اهو حلو رضا الحمد لله. اللهم صل على النبي. حلوه والنبي، حلوه والنبي، ده الانتريه بتاعي ده عسل. آه... طول النهار قاعدين عليه قدام التلفزيون. والترابيزه بتاعته ناكل عليها ونشرب عليها، يعني بصراحه استحملنا كتير كتير كتير، اصيل. فالمهم ايه، انا بقى كده ايه، عايزه اقول لكم بقى على نقطه مهمه قوي 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 قوي. اوعي تبتدي يومك بوقفه المطبخ. لا 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 لا، وقفه المطبخ هتخليكي تنسي الترويق وتنسي الكنس وتنسي بصوا بتاخد اليوم كله. فانت بقى عشان تبقي شاطره وتبتدي يومك صح، يبقى اول حاجه زي ما انت شفتي كده، فتحت الشباك كده وهويتي المكان. تروقي ترويقه كده على السريع، وتقومي كنسه برضو كده على السريع، وتقومي ايه تروقتي خلاص وكنستي وابتديتي كده بالترويق والكنس، تحسي ان ايه اليوم همه كده خف، وتدخلي بقى على المطبخ. وعلى رأي المثل، اكنس بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه. اهو امثال زمان كانت جميله. قولي يا لولو عاوزه ايه فريد؟ انتي صورت لهم جزرة؟ لا صورتها في الاخر مع السفرة. ايوه يا بنتي صورت خلاص بقى امشي. المهم يا حبايب قلبي، الترويق نبتدي بيه ترويقة سريعة وكنسة سريعة، وتفتحي الشباك كده تهوي الدنيا وخلاص، تدخلي بقى على المطبخ تعيشي حياتك. لان المطبخ بياخد وقت طويل مننا، لو ابتدينا بيه يبقى هننسى الترويق والكنس. يجيلك ضيف على فجأة يلاقي الدنيا مكركبة، يبقى عملتي ايه؟ لا اوعي تعملي كده، لحسن كده غلط يا حبيبة قلبي. اكنس بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه. طبعا ايه اليوم كله بيخلص، لو انت صحيتي منه وقلتي هعمل ايه اكل، وهتروحي هتلاقي نفسك كده سحبتي نفسك على السوق ورحتي جبتي الطلبات وجيتي، هتلاقي نفسك سحبتي نفسك على المطبخ ودخلتي عملتي فطار وعملتي غدا وعملتي ده ولقيتي نفسك الترويق وقع من ايه، من الذاكرة. فهتلاقي نفسك طبعا لو جالك مثلا حد فجأة، ولا جالك مثلا ضيف، هتلاقي نفسك اتكسفتي قدامه. فلا ليه؟ وكمان هقولك على حاجة، سيبك يا ستي من الضيوف، وسيبك من الضيف اللي هيجي على فجأة. انتي لما تحسي كده ان انتي روقتي كده في بداية اليوم، بتحسي كده براحة نفسية، وتحسي كده ان النظافة جذبت كده الملايكة حواليكي، وبقى كده في هالة كده حلوة في المكان، وروح حلوة وريح حلو كده لما بتنضفي وتروقي وتخلي الشمس كده تدخل، بتحسي كده ان المكان فيه ريح حلو. ويا سلام بقى لو عود بخور كمان. اللهم صل على النبي، الله اكبر، اللهم صل على النبي. زيدوا النبي صلى يا ولاد، ما دام ذكرنا بقى النبي زيدوا النبي صلى على قد ما تقدروا. صلوا على النبي كده في الكومنتات، واكتبوا لي اللهم صل على النبي يا ام ادهم. ماشي. كنت هقول لكم ايه، شوفوا بقى كده الترويق، اللهم صل على النبي. بس الاضاءة عندي بصراحة زيرو يعني. وشايفين الاخ اللي قاعد ده، الاخ اللي قاعد دوت صاحبنا صاحب فريدة، اهو قاعد لي كده ليل ونهار. وشوف الدباديب والعرايس بتاعتها. ويلا وخلاص بقى كده الحمد لله، وندخل بقى على ايه، على اوضه السفرة.
شايفين الكركبة والبهدلة اللي السفرة فيها. اللهم صل على النبي. ايه ده، في اللقطة السريعة دي كده نطفت كده اهو. اللهم صل على النبي. طبعا ما جبتلكوش وانا بنضفها لان الفيديو كان هيبقى طويل قوي، فشفتوا اللقطة من هنا لهنا كده. يا سلام، ايه اللقطة السينمائية دي. المهم شايفين اهو، وفريدة فرحانة بالدبدوب بتاعها وبتوريهولكوا. خلاص عرفنا ان انت عندك عرايس ودباديب خلاص. عرفاني بيهم ليل ونهار. يلا قولوا لهم باي واعملوا لنا لايك كتير، لايكات كتير قوي قوي قوي. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.